كريم رسول الله والله أكرم، فهل فقير بين الكريمين يحرم؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. ايه رأيكم بقى نعمل عظمة بالمرتة؟ المرتة لو انت مش عارفة تستخدميها او بتفرطي فيها او بتحطيها في المش، من النهارده ما انتيش هتعملي بيها اي حاجه، او لو بتحبيها سندوتشات، لا هنعمل بيها عظمه بجد. انا ما صدقتش لما قالوا لي جربي الطريقه دي، يعني مش عارفه كانت تايهه عني فين. ويلا نقول بقى بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف هنعمل ايه. هنا طبعا معايا المرتة بعد ما سيحت السمنه كده وعبيته. هجيب كوبايه ميه دافيه وهحط فيها معلقه من السكر، ومعلقه من الخميره الفوريه، وهدوبهم في بعض كده بالشكل ده كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دوبتهم كده بالشكل ده كده، وهغطيهم وهسيب لحد ما الخميرة تتفاعل، وهنشوف معانا ايه. معايا هنا كيلو من الدقيق، هحط عليه معلقتين من اللبن البودر. لو ما عندكيش لبن بودر مفيش مشكلة، يعني هنستغنى عنه، بس انا علشان هعجن بمية فقلت احط لبن بودر، طبعا بيدي طعم وتست جميل جدا للعجينة. وهحط كمان نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهقلبهم في بعض بالشكل ده كده. تقدري تعجني بحليب او بلبن رايب المتوفر عندك. لو ما عندكش لبن بودره مفيش مشكله. هنا هحط كمان معلقتين كده كبار من السمسم المتحمص، وهقلبهم في العجينه. ده على الكيلو الدقيق بياخد معلقتين من السمسم. هبتدي كده هجيب معايا المرته كده بعد ما سيحتها كده وعبيت السمنه. دول مرته طالعين من 3 كيلو سمنه، تمام. يعني دول معلقه معلقه 3 معالق صغيرين من الملح حطيتهم في السمنه، طلعوا معايا كميه المرته دي. طب كميه المرته دي عباره عن ايه؟ حوالي نص كوبايه كده او تلتين كوبايه من المرته. حطيت عليهم كوبايه نصها سمنه ونصها زيت. تقدري تحطي زيت بس، يعني ممكن تحطي الكوبايه كلها زيت، لان طبعا المرته كلها سمنه برضو، فيها كميه حلوه كده من السمنه. وطبعا ريحه المرته حلوه، فبرضو لو حطيتي زيت مفيش مشكله. هنا نزلت بالدقيق، وهبتدي كده هبسسه كده في الحله. انا ما رضيتش احط في الطبق البوله اللي بقى هعجن فيها، لان الحله بيبقى كده السمنه في الجناب كده، علشان ابتدي ابسسها كده بالدقيق واطلع كل اللي في الحله. بس طبعا لو انتي عامله مسيحه السمنه في حله ألمونيا، لا يستحسن ما تعمليش الخطوه دي. تحطي الدقيق يا اما في بوله بلاستيك او بوله مثلا ازاز، وتنزلي بالمرته والزيت والسمنه عليها، لان طبعا الاحتكاك مع الألمونيا بيطلع الماده اللي بتبقى فيه ده، فطبعا دي غير صحيه. فهنبتدي نعمل هرجع كده المكونات بتاعتي في الطبق البلاستيك. هنزل كده بكل حاجة لحد كده ما الحلة ما عادش فيها حاجة خالص. هبتدي كده بقى ابسس الدقيق بالمرتة والسمنة اللي معايا. زي ما قلتلك تقدري طبعا حتى لو ما عندكيش مرتة، في الفلاحين اللي بيبقوا يبيعوا الجبنة والسمنة واللبن في ازايز كده، بيبقى معاهم مرتة. تقدري تجيبي ربع كيلو وتعملي بيه. بس بجد النتيجة طلعت خرافة وهتشوفوها، ويا ريت تجربوها بجد، مش هتندموا ابدا لما تجربوها. هبتدي بقى حطيت كده الكوبايه بتاعت الخميره، وهنزل كمان عليهم. يعني انا ماليه معايا كمان كوبايه، بس هنزل بالميه واحده واحده علشان برضو على حسب نوع الدقيق. هنا نزلت بنص كوبايه كمان من الميه، بس هو المقدار ده خد معايا كوبايتين من الميه. خلي بالكم، يعني كوبايتين من الميه وكمان الزيت والسمنه يعتبروا سوائل، فكده يعتبروا 3 كوبايات، لان الدقيق ده الدقيق حلو من النوع اللي بيشرب سوائل يعني. شايفين انا حطيت كميه الميه كلها، وهبتدي بقى اعجنها كده لمده 7-8 دقايق كده. تفضلي تعجني فيها كده علشان تطلعي العرق بتاعها، لان العرق بتاع الدقيق
هو اللي بيساعد ان العجينة بتاعتك، ان القرص بعد كده تفضل طرية. وهسيبهم كده لمدة ربع ساعة على ما العجينة ترتاح كده، وبعدين ابتدي اشتغل فيها. هنا بعد ربع ساعة هبتدي بقى اقطعها كده. طبعا تقدري تقطعي الحجم اللي انت عايزاه. انا هنا قطعتها في حجم البيضة كده، وهبتدي ايه بعد ما اقطعها كده واكورها هبططها كده شوية. على فكرة ينفع تحشيها جبنة، ممكن جبنة براميلي او جبنة بيضة او اللي هي الجبنة الفيتا. بس هي بصراحة مش محتاجة اي حاجة، يعني هي كده كفاية عليها طعم المرتة مخليها روعة جدا جدا جدا. وهتشوفوها على فكرة هي لونها على حسب لون، انت ممكن تطلع معاكي اغمق من كده لو انت مغمقة المرتة. يعني لو انت غمقتي المرتة هتطلع معاكي لونها غامق، علشان ما تقوليش ان اللي انا عاملاها دي فاتحة. هو على حسب برضو لون المرتة، انا مش مغمقة لون المرتة، يعني مش محمراها جامد. شايفين كده؟ ببتدي بقى ايه اقطعها كور كده، لان لما جيت اعملها اقطع وابططها كده على طول كانت بتلم معايا. فانا فضلت ان انا اقطعهم كلهم كده الصينيه كلها، وابتدي بقى ايه احطهم كده وابططهم في الصينيه على طول، هتتبطط معايا بسرعه. لان العجين بالذات اي طريقه عجين بتعمليها لما بتريحيها شويه كده 10 دقايق وتيجي تشكليها بتتشكل معاكي بسرعه. يعني سواء في الفطير في القرص في اي حاجة، لما بتقطعي العجينة وتسيبيها ترتاح 10 دقايق وتيجي تبططيها او تكوريها او تعملي فيها اي حاجة، بتلاقيها معاكي بتتشكل معاكي بسهولة جدا. هنا انا كنت خلصتهم تقريبا في ربع ساعة، يعني ما خدوش مني معايا وقت ولا مجهود خالص. هنا بقى انا كنت مولعة الفرن على درجة حرارة 200، وحاطة الشبكة تحت على اول رف من تحت من فوق الصاجة، وهدخل الصينية وهسيبها 10 دقايق. يعني انا مشغله كده على درجه حراره عاليه، على درجه حراره 200 220 على حسب ايه. المهم انت تكون فوق المتوسط، يعني ايه مش على اعلى حاجه خالص برضو، لان احنا هنشغل الشوايه. هتدخليها ربع 10 دقايق، وبعد 10 دقايق اول ما تلاقي القعر بتاعها بدأ يصفر كده، ولعي الشوايه من فوق 5 دقايق، هتبصي تلاقيها من فوق ومن تحت بقت لون واحد. طب انت لو ما بيشتغلش الاتنين مع بعض، حطيها عادي على اعلى درجة حرارة من تحت، واول ما تلاقيها لونها ابتدى يلون كده ودخل في الصفار واصفر كده وبقى لونه حلو، طفي القعر وشغلي الشوايه لمده 5 دقايق. بجد حاجه جميله جدا. ولو لسه ما حطيتيش لايك، والله الوصفه تستاهل انك تحطي لها لايك. ولو لسه ما اشتركتيش في القناه، عشان خاطر الوصفه دي لازم تشتركي في القناه ولازم تجربوها. بجد حاجة جميلة جدا. شايفين لونها جميل ازاي؟ اللبن البودر بيخلي اي عجينة لونها خرافة جدا جدا، وبيخلي طعمها كمان لذيذ وحلو، وبيديها غناوة كده. شايفين؟ هي بجد مش بتتكلم عن نفسها، يعني مع كوباية شاي بلبن بقى، يعني اخيرا 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 هتلاقي حاجة توفر لك الفطار، مش محتاجة حاجة. انا هنا بدهن عليها جبنة، تقدري تدهني عليها اي نوع جبنة انت بتحبيه، ومع كوباية شاي بلبن كده، واحلى فطار او احلى عشاء، او للمذاكرة كده، وقت المذاكرة كده ينقنقوا فيها. حاجة كده جميلة جدا. ويا رب تعملوا كل حاجة حلوة وانتوا في احسن صحة واحسن حال. واشوفكم في فيديوهات جديدة ان شاء الله على خير، واستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.